السلام عليكم. من أكتر المشاكل اللي دايمًا كل الستات بتشتكي منها ورق الكرنب بيجلد أثناء التفريز. هاقول لِك بقى بخبرة السنين إزاي يطلع معاكِ كأنِك بالضبط سلقاه فريش دلوقتي، ولا هتحسي إن هو مجمد. تركة بسيطة جدًا واللهم بارك النتيجة تحفة. خلونا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو. سمينا بسم الله أصحابي. طبعًا الكرنب فيه فيديوهات كتيرة في القناة سلقناه ووضّبناه مع بعض، مَيّة سخنة فيها رشة كمون، رشة سكر، والملفوف أو الكرنب بتاع التفريز ما بنسلقهوش سلق كامل، يعني مجرد تسقطيه في المَيّة ما فيش ثواني وتطلّعيه، وتسيبيه يصفّي مَيّته. أنا سِبته بعد ما قطّعته ووضّبته يمكن 5 ساعات في المطبخ وصفى كل مَيّته، بعد كده لفّيته ببلاستيك راب ودخّلته التلاجة ليلة. شايفين دي بقية المَيّة اللي هي نزلت منه. يعني المهم عشان ما يجلدش منِّك زي ما أنتِ شايفة الورقة ناشفة في إيدي بالضبط ما فيهاش ولا نقطة مَيّة. لو في مَيّة أول ما بنحطه في التجميد المَيّة بتعمل تلج والورق بيجلد منِّك. بأمانة الله هو ده السر، لازم الورق يبقى ناشف تمامًا. أهو زي ما أنتم شايفين بابدأ بعد ما اتأكدت إن كل المَيّة تخلّصت منه، باحاول أخرّج الهوا بقدر الإمكان بالماكينة اللي هي بتاعة سحب الvacuum هادي. ما عندكيش أي كيس وحاولي تخرّجي منه الهوا وتحطيه في التفريز، هيطلع معاكِ بيجلس معايا أكتر من سَنة اللهم بارك، لا مجلد ولا أي حاجة كإنِّك سلقاه فريش. أهم حاجة معلقة السكر في مَيّة السلق وتصفيته جدًا لحد ما تلاقي الورقة ما فيهاش ولا نقطة مَيّة. لايك وشير، السلام عليكم.